يا هلا، تعال نحكي النهارده عن المنطقة ال 14. ايه هي بقى المنطقة ال 14؟ المنطقة ال 14 اللي اكتشفوا قد ايه هي خطرة من 98 ل 2000 لما قرروا جامعة موريس في ليفربول تعمل بحث ان ايه اكتر، يعني ايه سر قوة اكتر فرق تتويج في الفترة دي. وكان ساعتها فرنسا لما خدت كأس العالم 98 وبطولة اوروبا 2000. فلقوا ان المنطقة 14 دي هي اكتر منطقة فرنسا جايبة منها جوان، وجايبة يعني بنسبة 81% تمريراتها بنسبة 81% منها الجوان جايب سببها من المنطقة دي. منطقة 14 يا معلم، كل القصة ان ساعتها في الوقت ده كانوا المدربين بتقسم الملعب بحيث بتعمل خطين بالطول وخمس خطوط بالعرض، زي ما انت شايفه بتقسم الملعب كده. ادي خطين طول وخمس خطوط بالعرض. منطقة ال 14 يا معلم هيبقى اللي لقوا منها الخطورة كلها في الفترة دي. هي دي دي اللي لقوا فيها الخطورة كلها، لدرجة إن هم سموا المنطقة دي المنطقة الذهبية، لأن لقوا إن هي يعني أكتر منطقة بتساهم في تمريرات تقدمية لمنطقة الجزاء قدام. يعني زي ما أنت شايف كده مثلا، أدي المنطقة 14 10 أهو، قادر يلعب للمهاجمين، قادر يلعب للأطراف، قادر يلعب للي جاي من ورا. أنت شايف كام حل عنده؟ فلقوا إن المنطقة 14 أكتر منطقة بتتقطع فيها الكورة، أهي هنا دي زي ما قلنا، عشان كده سموها المنطقة الذهبية يعني. وزي ما بقول لك، لقوا 81% من محاولات والتمارين الناجحه اللي ادت لاهداف من منتخب فرنسا من المنطقه دي. وده يوريك قد ايه هي المنطقه الذهبيه دي منطقه مهمه جدا يعني. غير ان دلوقتي لو تلاحظ المدربين حاليا بتعمل اوفرلود، تبقى في لعيبه كتير قوي في المنطقه دي، بتبقى كده زي ما انت شايف، هتلاقي في لعيبه كتير قوي. فعشان كله بقى مقدر قد ايه المنطقه دي خطره. جوارديولا بقى كان ليه راي تاني لما جه، وزي ما احنا قلنا المدربين بتعمل اوفرلود في الحته دي المنطقه دي وبتكتر عدد اللعيبه. جوارديولا حب يجي ويفكر يفك الكتله دي، يفك اللعيبه دي. فيعمل ايه؟ فيقرر يقسم الملعب اكتر ما متقسم. لان لما كان في منطقه ال 14 زون 14 كان متقسم 18 مربع، جوارديولا خلاها 20 مربع. هنشوف تقسيمته دلوقتي. عمل حاجه اسمها المساحات النصفيه، زي ما انتم شايفين 20 مربع. عايزين بص المساحه النصفيه بقى فين؟ دي المساحات النصفيه اهي اهي، هي دي المساحات النصفيه. خدت بالك؟ المربعين المستطيلين دول. فازاي بقى المدربين تستغل انصاف المساحات؟ انصاف المساحات اللي هي انت بتساعد او بتحاول ان تطول المسافه بين قلب الدفاع وبين الاظهره بتاعت فريق الخصم، زي كده توسع علشان الفرقه المستحوذه على الكوره تخترق المساحات دي. تمام؟ ازاي بقى الفرق بتوسع المساحات؟ الفرق بتوسع المساحات اللي هي تحط اتنين لعيبه على الخط، بحيث تجبر الاظهره تروح مع اللعيبه اللي على الخط. فبالتالي وغير كده بيبقى في مهاجم قوي مثبت قلب الدفاع زي ما انت شايف كده. فبالتالي لازم غصب عنهم ما بيخلوهمش يتحركوا معاه، يبقوا ماسكين ده المهاجم. فهنا لما الظهيره بتروح مع الخط مع اللاعبين اللي على الخط، ودول بيثبتوا مع الفيرود القوي، بالتالي هنا بتتخلق المساحات. فزي ما انت شايف اهو. وبكده قلنا مصطلحين في الكوره مهمين، وهو منطقه ال 14 والمساحات النصفيه. اتمنى تكون زمايلي اللعيبه استفادوا. المحتوى ده طبعا يعني للعيبه، زمايلي المدربين اكيد عارفه الكلام ده. انا زمايلي لعيبه احنا في الملعب، فانت لازم تبقى عارف بتلعب كده ليه اصلا، وبتلعب كده ليه مع مين، وعشان هو بيلعب ايه فانا بلعب كده. الكوره انت مهم انت بتجري على فين، مش بتجري قد ايه.